لو كلمت شات جي بي تي في أي موضوع هتلاقيه دايما بيوافقك على أي حاجة بتقولها مهما كانت، وتحسه كده بيطبل لك على أي حاجة بتقولها وعمره ما هيغلطك. ورغم إن معظمنا بيحب ده، وأيوه أنا عارفك وشايفك، بس للأسف دي مش دايما حاجة كويسة لأنك مش دايما صح. وعشان كده خليني أقول لك على خاصية أنا متأكد إنك ما كنتش تعرفها قبل كده. لو دخلت على حسابك واخترت كاستمايز شات جي بي تي هتلاقي الاختيار ده: What personality should ChatGPT have؟ والاختيار ده معناه انت عاوز شات جي بي تي يكلمك بطريقه شكلها عامل ازاي. ولو اخترته هيطلع لك 4 شخصيات مختلفه. فعندك مثلا اول اختيار عباره عن شخصيه ساخره، هتلاقيه دايما بيضحك معاك وساعات ممكن يقلش عليك ويتريق كمان. تاني اختيار هو شخصيه الروبوت، وده اللي هيديلك اجابات مباشره وواضحه من غير اي لف ودوران. تالت شخصيه وهي شخصيه المستمع. في الشخصيه دي شات جي بي تي بيكون مستمع ليك ولكلامك كانك بتتكلم مع واحد صاحبك، وهو بيحاول يفهمك ويخفف عنك. طريقه كلامه معاك هتكون الطف. واخر شخصيه هي شخصيه النيرد، او بالعربي الدحيح. لا مش دي شخصيه بتحب التفاصيل وتتعمق في المواضيع، ويقدر يساعدك في ابحاثك ويجيب لك التفاصيل اللي انت محتاجها. قول لي، هل تحب تغير طريقه كلامك مع شات جي بي تي وتحب تجرب الشخصيات دي، ولا انت حابب نفس طريقه كلامه معاك دلوقتي؟ شارك الفيديو ده مع صاحبك واكتب لي رايك في التعليقات، ومش هيضر يعني لو عملت لايك وفولو.